هاتف سامسونج جالاكسي A15 ال4G هو أحدث هاتف ذكي من سلسلة ال A من سامسونج، والذي يتميز بشاشة سوبر أموليد 90 هرتز مع كاميرا خلفية 50 ميجا بكسل وكاميرا أمامية 13 ميجا بكسل. كما يعمل هاتف بمعالج الهيليو جي 99، كما يحتوي أيضا على بطارية عملاقة بسعة 5000 ملي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 25 واط. فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة للجالاكسي ال A15 ال4G، وما هي أهم المميزات والعيوب الخاصة بالجهاز، وهل أنصحك تشتري الجهاز ولا ما تشتريش الجهاز، وسعر الجهاز هيكون في آخر الفيديو. فركز معايا جدا في الفيديو عشان تخرج بأقصى استفادة ممكنة وتشوف هل الجهاز ده يناسبك ولا مش هيناسبك. اولا هنتكلم عن متانة الجهاز والخامات اللي مصنوع منها الجهاز. كلنا عارفين ان الموبايل ده جاي في فئة اقتصادية. متانة الجهاز والخامات اللي مصنوع منها من البلاستيك بالكامل، يعني مفيش فيها اي اضافات نهائيا. ثانيا الشاشة تأتي بشكل النوتش في منتصف الشاشة اللي كلنا عارفينه واخدين عليه، وتأتي سوبر أموليد، وركز في الكلمة دي جدا. الشاشة جاية سوبر أموليد بمساحة 6.5 إنش بجودة الفول اتش دي وبدقة 1080 في 2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 396 بكسل لكل إنش، مع دعم شاشة الجهاز لمعدل التحديث العالي 90 هرتز مع سطوع يصل إلى 800 شمعة. ودي شاشة تعتبر ممتازة جدا في الفئة الاقتصادية أو الفئة اللي نازل فيها الجهاز. كما توفر ايضا الجهاز باكثر من مساحة تخزين، وده هيقلل معاك في سعر الجهاز. النسخة الاولى من الجهاز جاية برامات 4 جيجا بايت وبذاكرة 128 جيجا بايت. اما النسخة الثانية فتأتي 6 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت ذاكرة داخلية. الاصدار الثالث من الجهاز 8 جيجا بايت مع 128 جيجا بايت ذاكرة داخلية. الاصدار الرابع 8 مع 256 جيجا بايت ذاكرة داخلية. وكما يدعم الهاتف امكانية زيادة المساحة عن طريق كارت ميموري خارجي. يأتي الهاتف أيضا بمعالج من شركة ميديا تك الهيليو جي 99 بتكنولوجيا تصنيع 6 نانومتر مع معالج رسوم المالي جي 57، فهو نفس المعالج الموجود في الريلم 11. والمعالج ده قوي جدا يا شباب، ما تستهونوش بيه. بيقدر يشغل بابجي 40 فريم، وبيقدر يشغل جميع الالعاب باداء متوسط، مش هقول لك اعلى اداء لكنه بيقدم اداء محترم جدا. الكاميرا الخلفية تأتي 50 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية تأتي 13 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية تعتبر ممتازة جدا، والسوفت وير بتاع سامسونج في التصوير ممتاز جدا. أما على الكاميرا الأمامية فبعتبرها ضعيفة شوية، لكن الجهاز جاي في فئة اقتصادية وده يعتبر شيء كويس جدا. يدعم الهاتف ايضا تصوير الفيديو بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بكسل بمعدل دقات اطارات 30 اطار في الثانية الواحدة. كما يدعم التصوير بجودة الاتش دي بدقة 720 بكسل بمعدل دقات اطارات 30 اطار في الثانية. الحاجة الوحيدة اللي كان نفسي تحصل في الفيديو هو ان يخلوا معدل الاطارات 60 اطار في الثانية، كان هيبقى حاجة ممتازة جدا. كما يدعم الهاتف ايضا منفذ السماعات ال3.5 مللي لعشاق الجيمنج زي ما انتم فاهمين بقى. اي سماعة تركب على الجهاز مش هيحصل اي مشكلة. وجاي الجهاز باكتر من لون، الازرق الغامق وباللون الاصفر واللون الفضي. عيوب الجهاز بقى، وهي عيوب تعتبر يعني طريفة من سامسونج. اولا الشاحن مش هيبقى موجود في العلبة، هتضطر تشتري شاحن خارجي. ثانيا الجراب مش موجود مع الجهاز. حواف الشاشة كبيرة نوعا ما بالنسبة لباقي المنافسين. لو انت بتلعب جيمنج ما تشتريش الجهاز ده لسبب لانه لا يدعم الجيرسكوب، فانت لو اشتراك بابجي لو اشتراك الالعاب الجهاز ده مش هينفعك. انا يعتبر لما كلمتك في اول فيديو كلمتك عن المواصفات الكامله، ومن كلامي في المواصفات الكامله يعتبر دي اصلا معظمها مميزات، والعيوب ذكرتها لك في النهايه. لكن المهم هو تسعير الجهاز. تسعير الجهاز نازل، النسخه الاولى نازله بسعر 6000 ونص، النسخه التانية نازله ب7000 جنيه، النسخه التالتة نازله ب8500 جنيه. فالنسخ دي تعتبر يعتبر امكانيات بالنسبه للسعر، امكانيات ممتازه جدا. لو حابب تشتري الجهاز فانصحك لو انت تشتري الجهاز لاي حد او ليك شخصيا، حاول تخليك في النسخه اللي هي الستة جيجا مع 128، ما تروحش لل8 جيجا مع 256، لان في منافسين افضل من الجهاز ده. وبكده يا شباب يكون وصلنا لنهايه فيديو اليوم. ما تنسوش لايك شير اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.